هي كانت بوقتها لعبة العراق واستراليا. فطلعت الجماعة اللي محتفلين بساحة لشكر آباد مقدمين واحد وشادين له وصلة على بطنه ويضربوا له بالطبول ويوزعون الهدايا والشكليات. فانتبهوا هذول اللي موجودين انه انا عراقي جاي من العراق، وكأنما انا بوقتها رئيس الاتحاد العراقي او ممثل الحكومة، كلهم تقدموا لي بالتهاني ويباوسوني. فالشيء يعني لطيف. وحدة من الأخ من الكرد الفيلية كنا في مهمة جيش شعبي بال 83 على حدود سوريا تركيا العراق، وإذا بأطفال اثنين، واحد عمرهم 9 سنوات والثاني عمره 7. هذول الاثنين اجوا للنهر، سلام عليكم، يجيدون اللهجة العراقية يعني في هم تركيا على نهر الخابور. فذول الاثنين منو بيكم؟ من بغداد. زين احنا القاطع كله من الكوت، بينا بس المدرس مالتنا من اهل بغداد. قال لهم انا من بغداد. قالوا له احنا بيتنا بالكفاح. شنو اللي جابكم هنا انتم بيتكم؟ قال احنا سفرونا بال80 وابوي على حب العراق اختار تركيا، وعلى من تركيا هسه احنا هنا بس نشتم ريحة العراق نعيش. هاي شنو اللي تردونه من يمنا؟ قالوا احنا كل شيء ما نريد من يمكم، جيبوا لنا شوية شاي عراقي، لانه الشاي بالدول الغرب. وهذا انا شفتها بعيني وبال 83 واطفال يعني اسال الله يعلم ايش قد. وين ما تروح بايران تلقى عائله من الشيخ سعد عالم، بالاهواز، بمشهد، باي مدينه تلقى خطار. فهاي المصيبه الكرد الفيليين، وهاي ظليمتهم اللي ما جاي تنحل وما حد يقدر يحلها، وما تنحل الا بتواحد الكرد الفيليين تحت رايه وحده، تحت قياده وحده، او اختيار شيء يعني يمثلهم. ممكن انه ذا من يومهم، ودائما هم ان المشكله عندنا مشكورم، يعني دائما يقول مشكورم، انا ما علي يعني شان. اذا ما تصير قياده وحده حقوقهم ما تؤخذ، والحقوق تؤخذ ولا تعطى يعني.